خبر عاجل واعلان مفاجئ في نادي الاهلي في حلقه النهارده هنتكلم على تراوري، طبعا نجم نادي مازيمبي. طبعا اللاعب اللي اتقال عليه الفتره اللي فاتت ان هو قريب من نادي الاهلي، طبعا علشان خاطر لجنه التخطيط لما عرضت كذا لاعب على مارسيل كولر. وكمان اللاعب دوت بالاخص كولر حط عليه كده زي نظام علامة صح كده، وقال للجنة اتكلم على اللاعب دوت، واللاعب يكون قريب من النادي الأهلي. يعني اللاعب عنده حوالي 23 سنة، وكمان لعب الموسم اللي هو اشتغل دوت، لعب حوالي 12 مباراة مع مازيمبي وسجل هدف وصنع اتنين. طبعا اللاعب بيقولوا من اللي هو عمل متابعة لصفحة نادي الأهلي علشان يبقى قريب اللاعب من نادي الاهلي. طبعا كولر مرحب باللاعب، ولو ما جاش حتى في الصيف دوت ان شاء الله يبقى موجود في يناير اللي جاي. معانا خبر تاني بيقول ان ابن الكابتن سيد عبد الحفيظ خلاص رسميا بقى في نادي سيراميكا لمدة عام على سبيل الإعارة. طبعا لسه برضو كانوا واخدين احمد عبدين الناشئ برضو الصاعد، اللي الناس كلها متفائله ان هو يكون نسخه محمد عبد المنعم. ان شاء الله الفتره اللي جايه يكون قد المسؤوليه ويكون فعلا نسخه محمد عبد المنعم في نادي الاهلي. ومعانا خبر برضو مهم جدا لمارسيل كولر، لما اتسأل كولر على ان هو الحته اللي قدام ديت مين افضل لاعب محلي حاليا بيلعب في الحته ديت في الدوري المصري، قال على ثلاث لعيبه. طبعا ثلاث اسامي جامدين جدا جدا جدا، ومش هتتخيلوا هو يعني معجب بمين. طبعا الناس كلها هتقول لي على الاسم اللي انا هقوله دوت يا عم لا، وعمل مشاكل كتير وخان النادي والكلام ده كله. طبعا اولهم رمضان صبحي، هو اتكلم على رمضان صبحي وقال ان هو اللاعب مهاري جدا، واللاعب يعني هو مش رافض ان هو يجي نادي الاهلي، بس انا هو لحد دلوقتي ما يعرفش مشكلته مع نادي الاهلي والاداره والكلام ده كله، وقصه كده غريبه. طبعا اللاعب الثاني اتكلم على ابراهيم عادل، قال لك ابراهيم عادل لاعب جامد جدا جدا وينفع في الحته دي برضو معانا في نادي الاهلي. طبعا اللاعب الثالث بقى الناس كلها هتستغربوا، زيزو. ايوه زيزو بتاع نادي الزمالك. برضو كولر حط كلام مع لجنة التخطيط. طبعا الفترة اللي فاتت كان لسه ما جددش زيزو في نادي الزمالك. هو يعني لما اتسأل قال لك الثلاثي دوت هو اللي موجودين حاليا في الدوري المصري، افضل ثلاثة مهاريين موجودين في الحتة ديت، لو هيخلص فيهم حد يبقى واحد من الثلاثة دول. طبعا ابراهيم عادل معاه مشاكل مع نادي بيراميدز في حته ان هو كان جاي له بتاع دوت عرض بره، والنادي رفض، وخاف برضه يعمل حته زي ما بيقولوا المحطه ان هو يجي على نادي الاهلي والكلام ده، فنادي بيراميدز وقف في طريقه. وطبعا اللاعب كان الفتره اللي فاتت كان عاوز يفسخ العقد والكلام ده. وطبعا رمضان صبحي يتمنى ان هو يرجع نادي الاهلي، زي ما الناس كلها عارفه يعني ان رمضان صبحي يعني بيتكلم مع الناس كلها ان هو عاوز يرجع نادي الاهلي. طبعا انا واحد من الناس شايفه ان هو يعني كان صغير ساعتها وبص لمستقبله والكلام ده كله. فناس في لعيبه كتيره بتغلط وبترجع، يعني احنا مش هنقف على الواحده يعني رمضان صبحي. فانا من الناس اللي انا حابب رمضان صبحي جدا جدا جدا، وهو كمان زعلان الفتره اللي فاتت علشان خاطر ما بيتضمش لمنتخب مصر. طبعا يعني كان في الاهلي كان كل حاجه، كان في منتخب مصر وكان الاعلام بيتكلم عليه، وكان كل الناس بتتكلم على رمضان صبحي. فطبعا انا عايز الناس هنا في الصفحه ان شاء الله في تايم الاهلي يكونوا يكتبوا لو انت حابب رمضان صبحي يرجع نادي الاهلي اكتب اي حاجه، ممكن تكتب تم، نعم، اكتب اي حاجه ونشوف ردود الناس طبعا على الصفحه هتبقى عامله ازاي على رمضان صبحي. وفي خبر كده بقى غريب انا يعني استغربته، وانتوا هتستغربوه معايا دلوقتي لما اقول لكم الخبر دوت. الخبر بيقول بقى ايه، في حالة تعاقد الاهلي مع مهاجم جناح او اي مهاجم بيلعب في اي حتة في قدام يعني في الهجوم، فهيفسخ العقد نادي الاهلي مع مين بقى؟
مع علي معلول بالتراضي ومنحه قيمه عقد اللاعب كامل، علشان يكون الاهلي عمل معاه جميله يعني، واداله بقيه عقده كله. طبعا ده كلام يعني انا ذات نفسي بقوله ومش مصدقه، لكن لا، علي معلول ان شاء الله يبقى في الاهلي. احنا مش عايزين مهاجمين يا عم، ومش عاوزين اجانب تيجي، لو هيجي على حساب علي معلول. ده خبر اصلا مش عارف يعني يعني اللي طلعه او كان منصه معروفه هي اللي كانت منزله الخبر دوت. وطبعا كنت حابب ان انا اقوله لكم معايا في الصفحه النهارده، علشان خاطر الناس تشوف يعني تقول للناس لا بلاش تتكلموا على علي معلول كده. علي معلول تاريخ من تواريخ النادي الاهلي، ورمز، هيبقى رمز ان شاء الله من رموز نادي الاهلي لما يبطل كوره، وهيبقى ماسك منصب حلو ان شاء الله في نادي الاهلي. ان شاء الله الحلقه اللي جايه انتظرونا في صفقتين ان شاء الله هنتكلم عليهم، الاهلي بيتكلم فيهم، وامير توفيق اتجه لاتجاه دوت. وهنقول لكم ان شاء الله الصفقتين الحلقه الجايه. وكان معاكم اوحى من طيم الاهلي. ان شاء الله ما تنسوش تعملوا الاشتراك واللايك علشان يوصلكم كل جديد. انتظرونا ان شاء الله في الحلقه اللي جايه. وفي النهايه شكرا لدعمكم، واشوفكم بكره ان شاء الله. السلام عليكم.